حكايتنا النهارده عن جوني، الشاب اللي عمل اتفاق مع الشيطان مقابل قوة خارقة، واتحول بقى لجوست رايدر الشبح، وبقى حرفيا لا يقهر ومحدش قادر عليه خالص، وبقى بيعاقب بقى الخارجين عن القانون واي حد بيعمل حاجة غلط ويخلص عليهم. وفي يوم انضم المنظمة اسمها شيلد. المنظمة دي بتضم اقوى الابطال الخارقين عشان يوقفوا مجموعة ناس كده بيستخدموا كتاب اسمه الدارك هولد. الكتاب ده فيه تعاويذ بيحولوا الناس بالاشباح وعايزين ينهوا العالم من خلاله، فهل يا ترى يقدروا يوقفوهم ويحموا العالم ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. فاعملوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. ويلا نبدا حكايتنا. واللي بتبدا مع عصابه كده بتكون خايفه وعماله تجري من حد ومرعوبه منه على الاخر ومش عارفين لسه مين الحد ده، لحد ما بيقدر يوقفهم في مكان معين. فبيحاولوا العصابه دول وبينزلوا يتعاملوا معاه، بس في اللحظه دي بتظهر بنت مقنعه وبتبدا تخلص عليهم واحد ورا التاني. والبنت بتكون مهاريه جدا وعندها قوه خارقه واسمها ديزي، بس فجاه بتستخبى لما بتشوف عربيه الشبح جوست رايدر، فبيترعبوا اكتر وبيطلعوا الار بي جي وبيغربلوا العربيه خالص. بس الغريب ان العربيه ولا بتتاثر اصلا وبتكمل وهي مولعه وبتخبط فيهم وبتدمرهم على الاخر، وبيطلع منها بقى جوست رايدر واللي بيكون مولع نار بالكامل كده. والبنت لما بتشوفه ما بتكونش مصدقه اللي هي شايفاه، وبعد ما بيخلص على العصابه بقى بياخد العربيه بتاعته وبيمشي فورا من قلب المكان. بس البنت دي بتكون عايزه تعرف ايه قصه الشخص ده، لدرجه انها بتفضل تتتبعه لحد ما بيروح مكان معين، فبتدخل برضه وراه. بس بيطلع لها شخص كده اسمه جوني بيكون شغال هنا، والمكان ده اصلا بيكون ورشه ميكانيكا. فبتفضل تساله بقى عن المواصفات بتاع العربيه اللي هي شافتها، فبيقول لها انه عنده عربيات كتير ومش فاكر انها عربيه اللي انت بتتكلمي عنها، وبياخدها جوله في المكان بقى عشان يفرجها على العربيات. بس فجاه كده بتحس انه بيبدا يهاجمها، فبتديله رجل وبتطيره بعيد. فبيتحول جوني بقى وبيطلع جوست رايدر اللي جواه وبيرجع بعد كده وبيفضل يقاتلها. والصراحه الاتنين بيبان ان عندهم قوه كبيره جدا ومتمكنين من فنون القتال. والبنت دي بتكون قربت تهزمه، بس بيتحول لشكله الكامل اللي هو جوست رايدر وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيهزمها خالص، وكان خلاص هيخلص عليها. بس لما بيبص لعينها كده بيقف لثواني وما بيرضاش يعمل لها حاجه لانه بيعاقب الخارجين عن القانون بس، وبيمشي فورا من المكان. والبنت بتستغرب ازاي بعملهاش حاجه. تعالوا بقى ننتقل لمكان تاني خالص لمنظمه اسمها شيلد. دول منظمه هدفهم انهم يطاردوا الخارجين عن القانون ويحبسوهم او يخلصوا عليهم عشان يحموا العالم منهم. وبيفضلوا يتكلموا بقى عن الحادثه اللي حصلت امبارح وعن ديزي كمان، وبيطلع ان ديزي كانت شغاله معاهم اصلا بس دلوقتي انشقت عنهم وشغاله لوحدها، وبيكونوا شايفينها خطر بسبب قوتها لان قوتها حرفيا من كتر الطاقه اللي فيها ممكن تدمر المدينه كلها. وبيكونوا عايزين يساعدوها عشان يرجعوها كمان معاهم وعشان يحموها من العصابات اللي هي طاردهم. وبيروحوا بعد كده بيجهزوا نفسهم بكل الاسلحه اللي هيحتاجوها في المهمه دي، وبيفضلوا بقى يعملوا سيرش كتير على العصابه دي لحد ما بيعرفوا واحد من المقرات بتاعتهم، فبيقرروا يروحوا لهناك بقى. وبنشوف العصابه دي واللي بيكونوا اسمهم الحراس، وبيكونوا دلوقتي عندهم صفقه وبيستلموا اسلحه. ورئيس العصابه بيروح بعد كده وبيفتح الصندوق، بس الغريبه ان بيطلع من الصندوق ده مش سلاح، ده ضوء كده غريب بيبدا ينتشر حواليهم ويدخل جواهم ومش عارفين هو ايه ده اصلا. وبسبب ده بيبداوا يهلوسوا ويفتحوا النار على بعض لان شايفين شكلهم اشباح. ولما بيشوف العميل ده اللي بيحصل بيطلب بعد كده الدعم من رجالته، واللي بيجوا بعد كده وبيخدروا كل العصابه اللي موجودين في قلب المكان. بس الغريبه ان الشبح اللي طلع ده بيظهر وبيدخل جوه العميله مي وبيختفي من المكان فورا. وافراد العصابه دول بيودوهم بعد كده للطيارات بتاعتهم عشان يعالجوهم ويعرفوا منهم ايه اللي حصل بالظبط. بس مي من ساعه ما رجعت كده بسبب انها دخل جواها الشبح ده بتبدا تتصرف بشكل غريب. فبيجي العميل كويلسون وبيفضل يتكلم معاها، والبت بتبص له كده ومستغرباه وبتشوفه على هيئه شبح او زومبي، وبيطلع ان الشبح ده اثر عليها فعلا وبكده ممكن تخلص على كل اللي هنا عادي. وتاني يوم بنشوف بعد كده جوني واللي بيكون واقف في الشارع كده ومستنى عربيه اخوه عشان يجوا ينزله، وفعلا بيجي اخوه واللي بيكون عاجز وجوني دايما اللي بيعتني بيه. وفي نفس الوقت ده ديزي بتكون مراقبه جوني لانها عايزه تعرف اكتر عنه وعن حياته وعن قوته وازاي جاب القوه دي، وبتفضل مراقباه طول الوقت. وبتكون عايزه تعرف برضه هو ليه ما خلصش عليها وليه بيهاجم كل العصابات وهدفه ايه. فبتستنى بعد كده لحد ما بيدخل اخوه وبتاخد العربيه بتاعتها وبتفضل ماشيه وراه لحد ما بتشوفه كده وصل للمكان اللي شغال فيه. فبتدخل وراه بعد كده وبتعمل نفسها قدام الناس انها صاحبته يعني وكده، وانها جايه هنا عشان تتكلم معاه شويه، وبتكون واثقه انه مش هيأذيها لان في ناس في المكان ومحدش يعرف هويته اصلا اللي هي جوست رايدر يعني الشبح. وفعلا بتفضل تتكلم معاه وبتقول له انا عارفه حقيقتك وانا دورت كتير وراك وعارفه انك ما بتأذيش حد بريء وانك بس بتأذي العصابات والناس اللي زي دول، وعلى فكره انا زيك انا عندي برضه كمان قدرات خاصه وبستخدمها برضه على العصابات اللي هي بتأذي الناس وبتشكل خطر على المدينه والجو ده، وانا عايزك تساعدني لان في منظمه خطيره جدا بيسموا نفسهم الحراس عايزين نخلص عليهم ونمنع شرهم عن الناس، لكنه بيرفض. فبتفضل بقى تجيب في سيره اخوه كده وتتحداه وتهدده يعني، وبتقول له انها تفضحه وتخلي اخوه يشوفه على شكله انه شرير. فبيتعصب جدا وبيفضل يهاجمها لحد ما بيخليها تفقد الوعي خالص وبيكتفها بعد كده وبيدخلها المكتب بتاعه، وبيكون فتش في عربيتها وخد كل الاوراق اللي فيها، وبيقول لها تعرفي لما بتحول لجوست رايدر بخلص على اي مجرم، وشكله كده بيدور على غلطه يمسكها عليها عشان يخلص عليها.
فبتقول له انا مش مجرمه ولا حاجه، انا زيك بطارد المجرمين وبخليهم ياخدوا جزاهم. وبتقول له احنا كنا بنطارد عصابه معينه وانهم شكلهم بيخططوا لحاجه كبيره ولازم نوقفهم قبل ما يعملوا ده، وانهم كمان سرقوا من معمل معين سلاح طاقه. فبيستغرب جدا اول ما بيسمع اسم المعمل ده وبيمشي فورا من قلب المكان، والبت بتطلع طاقه منها وبتحرر نفسها وبتجري فورا من المكان وبتفضل تطير كده وراه وعايزه تروح معاه باي طريقه، بس بيستخدم قوه الشبح اللي جواه وبيولع في نفسه والعربيه، والبت بتتاذي وما بتستحملش وبتقع على الارض وهو بيخلع فورا من المكان. تعالوا بقى نروح لمنظمه شيلد من تاني وبنشوف الاتنين دول واللي عمالين يفحصوا الصندوق اللي خرج منه الشبح قبل كده، وعايزين يعرفوا هو ليه بيأثر على الناس دول وبيخلوهم يتحولوا للشكل ده ويخلصوا على نفسهم، بس للاسف ما بيوصلوش لاي حاجه. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم بعد كده العميل ماك وبيوريهم فيديو ليوم ما قبضوا على المجرمين دول والشبح اللي طلع، وبيشوفوه لما خرج من قلب الصندوق وبيعرفوا ان هو اللي اثر على الناس، وهم ما كانوش مؤمنين باسطوره الاشباح والحاجات دي، وبيبداوا بقى يحللوا الطاقه اللي خرجت دي عشان يعرفوا المصدر بتاعها منين، وبعد سيرش كتير بيقدروا يعرفوا الشركه اللي صنعت الصندوق ده، وبيقرروا بقى انهم يروحوا لهناك عشان يلاقوا اي دليل او اي حاجه توصلهم للي بيعمل كده او الشبح ده. تعالوا بقى نروح للشركه دي واللي بنشوف بقى الشبح ده واللي بيكون بنت وعمال يعدي كده من بين الجدران لحد ما بيدخل جوه لمكان كده شبه المعمل اللي اتصنع فيه الصندوق، وبيطلع ان المكان ده فيه صناديق كتير نفس اللي هي طلعت منه بالظبط وقدامهم المصدر بتاع الطاقه، والبنت دي بيكون اسمها لوسي. فبتروح بعد كده وبتطلع شبح تاني من قلب الصندوق واللي اسمه يوجي، وبيفضلوا يتكلموا بقى مع بعض وعايزين ينتقموا بقى من اللي عمل فيهم كده، وبيكون حصل لهم كده بسبب لعنه من كتاب اسمه الدارك هولد. الكتاب ده فيه تعويذ سحر خطيره جدا مش اي حد يعرف يستخدمه، ولو حد استخدم القوه دي غلط ممكن يتلان ويبقى زي ما انتم شايفين كده. وبيبداوا بقى انهم يحرروا مجموعه كبيره منهم وبيقرروا انهم يجيبوا الكتاب ده عشان يعملوا عليهم تعويذه ترجعهم لشكلهم الاصلي من تاني كبشريين واللعنه تتشال، وبيمشوا كلهم من المكان وبيسيبوا واحد منهم عشان يدمر المعمل بالطاقه دي. بس في اللحظه دي بيوصلوا بعد كده العملاء وبيدخلوا جوه، بس ما بيلاقوش اي حد غير الشبح اللي كان مستني يدمر المكان ده، فبيفضلوا يضربوا عليه نار بس ما بيتاثرش خالص. اما بقى في المنظمه فبنشوف بعد كده مي واللي مش عارفه ايه اللي بيحصل لها ومتضايقه جدا من ده، بس العميل ده بيهديها وبيفضل يقول لها انهم هيعملوا عليها اختبارات وهيرجعوها لطبيعتها من تاني، بس اثناء ما هي ماشيه بتفضل برضه تشوف الناس على هيئه اشباح، والبت بتتوتر كده وبتقلق وبتفضل تهاجمهم. بس في اللحظه دي بيجي شخص اسمه جيف من المنظمه برضه عنده قدرات خاصه وبيضربها وبيفقدها الوعي، وبيحطها بعد كده في طياره وبيقرروا انهم يودوها المكان تبع شيلد كده مكان سري عشان يعالجوها كويس ويعرفوا ايه اللي حصل لها. فبتحاول انها تحرر نفسها بس ما بتعرفش خالص. اما العملاء بقى فبيحاولوا برضه انهم يعرفوا اي معلومه من الاجهزه اللي كان فيها الاشباح دي، واسلام هم بيعملوا كده بيظهر الشبح ده وبيضرب العميل ده وبيحبسه جوه الغرفه وبيروح عشان يخلص على كل العملاء اللي موجودين. وقبل ما يعمل كده بيظهر جوست رايدر، ولانه مصنوع من النار بيقدر يتعامل عادي مع الاشباح وبيقدر انه يهزمهم، وديزي كمان بتيجي وبتساعده وبتحرر العميل ده وباقي العملاء اللي موجودين، وبيقدروا انهم يوقفوا التفجير اللي الشبح ده كان هيعمله قبل ما يموت. وبعد ما بينقذوا الوضع بيسيبهم بعد كده جوني وبيخلع فورا من قلب المكان. فبيقعد ماك بعد كده مع ديزي وبيفضل يسالها بقى مين الاشباح دول لان اول مره نتعامل معاهم، وكمان مين الشخص اللي كان مولع نار ده. فبتقول لهم الشخص ده هي شافته بالصدفه كده وهي بتطارد عصابه واتعاونت معاه وانه شخص كويس مفيش خطر منه، انما الاشباح دول انا معرفش عنهم اي حاجه ولسه بحقق في الموضوع ودول بجد اللي خطر علينا. فبيعرض عليها انها ترجع لمنظمه شيلد من تاني وانهم محتاجين مساعدتها، لكنها بترفض وبتسيبه وبتمشي فورا من قلب المكان وبتقرر انها تشتغل لوحدها زي ما هي كده احسن لها. لكن اثناء ما هي ماشيه بره بتلاقي جون واقف بالعربيه بتاعته وبيقول لها تركب وانه وافق يتعاون معاها وانه عارف كمان معلومات كتير هتفيدها عن المعمل ده، وبياخدها وبيخلع فورا من قلب المكان عشان ينهوا بقى على منظمه الحراس دول ويعرفوا بيخططوا لايه بالظبط. تعالوا بقى ننتقل لمدينه تانية خالص وبنشوف مجموعه من الحراس واللي بيطلقوا طاقه كهرومغناطيسيه. الطاقه دي بتخلي الكهرباء حرفيا تتقطع عن المدينه بالكامل، واي حاجه بتعدي على المدينه سواء هليكوبتر او اي حاجه فيها تكنولوجيا بتقع على الارض وبتتعطل. وبيطلع بقى واحد من الحراس دول بس مباشر للعالم كله وبيقول لهم انهم مجموعه عندهم قدرات خارقه وهم مش عايزين يدمروا العالم ولا حاجه، هم عايزين يتعاملوا عادي زي البشر، لان المنظمات والحكومات بيستهدفوا الناس اللي عندهم قدرات خاصه وبيخلصوا عليهم او بيحبسوهم او يعملوا عليهم تجارب، وهم عايزين يعيشوا حياه طبيعيه مش عايزين يبقوا منبوذين طول حياتهم. فبيجمع بعد كده رئيس شيلد كل اللي موجودين في المكان وبيقول لهم انهم لازم يمسكوا الناس دول باي طريقه لانهم خطر على البشريه وعلينا كمان وقبل ما اي حد تاني يتاذي. واثناء ما هم بيتكلموا بعد كده رئيس العصابه اللي دخل جواه الشبح ده بيموت وبيحاولوا يعالجوا بعد كده مي قبل ما يحصل لها اللي حصل لرئيس العصابه. اما جوني بقى وديزي فبيكونوا ماشيين بالعربيه بتاعتهم وبتقول له اثناء ما هم ماشيين انا اول ما جبت سيره المعمل ده انت جريت فورا ورحت لهناك، احكي لي ليه. فبيعرفها ان خاله مورو كان شغال في المعمل ده وانه دلوقتي مسجون وهو عايز يعرف ايه اللي بيحصل في المعمل حاليا. بس اثناء كلامهم الحراس بيطلقوا طاقه كهرومغناطيسيه على المدينه اللي هم فيها وبتتعطل اي تكنولوجيا موجوده، بس عربيه جوني ولا بتتاثر بكل ده لانها اصلا عربيه قديمه ما فيهاش تكنولوجيا، وكمان لما بيتحول لجوست رايدر العربيه بتمشي بالنار مش بالتكنولوجيا. تعالوا بقى نروح لاثنين علماء كده اسمهم ايدا وهولدن، الاثنين دول اللي بعت لهم
لهم رئيس منظمه شيلد مي عشان يعالجوها، وبتكون ايضا دي اصلا روبوت مش بشريه هو اللي صنعها، وعشان ده ضد القوانين بتاع شيلد بيخليها تتعامل على اساس انها بشريه وكده، وكمان بيخبيها لحد ما هم يمشوا من المكان. توصل بعد كده العامله دي وهي معاها مي واللي بتكون حالتها صعبه جدا، فبيحاولوا انهم يخدروها عشان يعالجوها، وبتحكي له بقى اللي حصل وان شبح دخل جواها، فبيعمل بعد كده مسح لعقلها وبيظهره على شكل هولوجرام وبيبص فيه عشان يعرف ايه اللي حصل، لحد ما بيوصل لمنطقه في المخ كده المنطقه دي بتكون واقفه مش شغاله ومش عارف يشغلها ازاي، وحاله البنت بتبدا تتدهور كده وبتتشنج، فبيقول لها مفيش غير حل واحد اننا نقتلها، فبتستغرب وبتقول له انت عبيط احنا عايزين نعالجها، فبيقول لها لا احنا مش هنخلص عليها، احنا هنوقف قلبها لمده ثواني كده اكننا بنعمل لها ريستارت، وهنعمل لها انعاش بالجهاز وهيرجع قلبها يشتغل والجزء ده هيرجع يشتغل تاني. ورغم انها مش مقتنعه بالكلام ده بس بتقرر انها تعمل اي حاجه عشان ميت فوق، وبتروح بعد كده وبتحاول انها توقف قلبها وبتوقفه فعلا لثواني، وقبل ما يصعقوها بالكهرباء الكهرباء بتقطع عن المدينه بسبب الحراس، والبت بتكون قلقانه جدا على صاحبتها وبتحاول انها تفوقها باي طريقه، والراجل ده بيلاقيش حل قدامه غير مصدر الطاقه اللي كان عامله للروبوت، فبيروحوا بيوصلوا بجهاز الانعاش وبيضربوا البنت، وفي اللحظه دي بتفوق فعلا والجزء اللي كان واقف عليها بيشتغل بشكل طبيعي. اما بقى العمليات اللي بيعملوها منظمه الحراس بتتكلم عنها كل وسائل الاعلام، وبتقول ان بسبب ده البلطجيه بينتشروا في الشوارع وبيدمروا كل حاجه والشرطه مش موجوده، ومن ضمن الناس في الشوارع كان اخو جوني، وجوني لما بيسمع الحاجات دي بيكون قلقان على اخوه وبيجري باقصى سرعته عشان ينقذه قبل ما يحصل له حاجه، واثناء ما هو في الطريق بتساله البنت دي انت ازاي اكتسبت قوتك، فبيقول لها في حد يهمه كان اتقتل وهو كان عايز ينتقم لي، وساعتها ظهر له الشيطان وعمل معاه اتفاق انه يبيع له روحه مقابل القوه دي، وبقى من ساعتها جوست رايدر، وبنظره واحده منه يقدر يعذب ناس كتير او يخلص عليهم، وبيوصل بعد كده لاخوه وبيلاقي العصابه دي حواليه فبيهجم عليه هو والبنت وبيخلصوا عليهم كلهم في ثواني، بس البنت بتستخدم قوتها واخو جيني بيشوف ده، وجيني ما بيرضاش يستخدم قوته عشان اخوه ما يشوفوش، وبياخدهم الاثنين وبيدخلوا جوه البيت وبيفضلوا واقفين كده، وبتقول لجوني لما بستخدم قوتي بيتاثر على العظم وبيضعف، فبيقول لها انا عكسك، انا لما بستخدم قوتي اي جرح في جسمي بيلتئم في ثواني ومفيش اي حاجه بتاثر فيا، حتى الرصاص ما بيأثرش فيا، وهي بتكون مبهوره جدا بالقوه اللي عنده دي، وبيقول لهم انه هيسيبهم عشان يروح الورشه بتاعته ويأمنها عشان ما تتسرقش، وبيفضلوا بقى الاثنين دول يتكلموا مع بعض، واخو جوني بيقول لها انه شافها وهي بتستخدم قوتها وبيكون خايف جدا على اخوه منها، وبيقول لها انها تبعد عنه لانهم مش عايزين مشاكل هم ناس في حالهم، لكنه ما يعرفش ان اخوه اصلا يبقى جوست رايدر الشبح اللي بيندم المجرمين. تعالوا بقى نروح لمكان تاني خالص وبنشوف كده مجموعة عصابة واللي بيكونوا واخدين الأسلحة بتاعتهم ورايحين ومثبتين شوية ناس كده، وبنعرف إن العصابة دول معاها جهاز معين، الجهاز ده بيقدروا يتتبعوا بيه مكان أي خارق، وهم عارفين إن في خارق هنا في المكان، وبيكونوا الناس دول من منظمة الحراس وبيهددوا الناس عشان يقولوا على مكان الخارق وإلا هيخلصوا عليهم، لكن في اللحظة دي وقبل ما يعملوا أي حاجة بيوصلوا رجالة منظمة شيلد وبيضربوا صاروخ على المكان وبيمسكوهم بقى وبينزلوا فيهم ضرب واحد ورا التاني ومحدش بيقدر عليهم خالص، وبيكون الخارق اللي بيدوروا عليه أصلا من منظمة شيلد وهي واحده اسمها إلينا، وهي اللي جت هنا وعملت الفيلم ده كله عشان العصابه دول يجوا يتتبعوا مكانها ويقبضوا عليهم، وبيروح بقى كولسون رئيسهم وبيكلم الشخص ده وبيقول له مين رئيسك ومين اللي بيعمل كل الحاجات دي في البلد، بس ما بيرضاش يقول له اي حاجه وبيشتمه، فبيدوا له طلقه بس ما بيتاثرش لانه اصلا بيكون لابس ستره ضد الرصاص، وبيلاحظ ان معاه جهاز متطور كده، الجهاز ده بيكون عسكري يعني الجيش بس هو اللي بيقدر يصنعه، ومش بس كده ده بيلاقي كمان ورقه فيها قائمه باسماء ناس خارقين في شيلد وغير شيلد كمان، فبيستغرب من ده جدا لان العملاء دول كلهم عندهم قوه خارقه، وبيعرفوا ان في حد معاه معلومات سريه من شيلد وهو اللي بيعمل كل ده وعارف عننا حاجات كتير، فبيحاولوا بقى يتتبعوا مكان الطاقه الكهرومغناطيسيه بتاع العصابه وبيفضلوا يستخدموا ذكائهم ويحللوا ويعملوا سيرش كتير لحد ما بيقدروا يوصلوا المكان كده، فبياخد كولسون الرجاله بتاعته وبيروحوا بقى للمكان ده واللي بيلاقوا الجهاز اللي بيطلع الطاقه، بس المكان ده بيكون مليان حراس، وبنشوف إلينا وبتجري بسرعه رهيبه كده وبتاخد منهم الاسلحه، وباقي الفريق بقى بيدخلوا وبيضربوا في كل اللي يلاقوهم لحد ما بيهزموهم كلهم، وبيقدر الواد الذكي ده انه يعطل الجهاز ده، وفي اللحظه دي كل الانوار اللي اتطفت في المدينه بترجع من تاني والمدينه بتنور، وبيمشوا بعد كده من المكان وبيرجعوا مكان شيلد، وبيدخل كولسون بقى الرئيس وبيعرفوا كل اللي حصل ده، واننا لازم نعرف مين ورا العصابه دول لان الشخص ده هيحاول تاني وتالت لحد ما يوصل لهدفه، فبيطلع الرئيس وده في كل وسائل الاعلام وبيعلن ان كل اللي بيحصل ده ما كانش سببه البشر الخارقين لان الناس كانوا فاكرين كده، وان في حد تاني هو اللي بيعمل كده وهيوصلوا له، وانهم حلوا خلاص مشكله الطاقه، وبيعلن بعد كده ان منظمه شيلد بقت خلاص منظمه معتمده رسميا من الدوله، وكولسون بيكون بيراقب كل الوضع اللي بيحصل ده، فبيتكلموا بعد كده مين اللي هي كانت اتصابت من الشبح ده فاكرينها واللي بقت بخير خلاص، اما جوني بقى فبيرجع بعد كده البيت بس ما بيلاقيش ديزي موجوده في المكان لانها سمعت كلام اخوه وبعدت لما قال لها يعني انه خطر عليه وكده. تعالوا بقى ننتقل لبنت تانية اسمها الجمعه واللي بتكون بتدور على الشقه كده للايجار، وبتدخل الشقه دي بتلاقيها فاضيه وبتلاقي هناك ديزي وهي اصلا اللي دلتها على الشقه دي وكانت صاحبتها زمان، وبتكون مصابه اصابات من كل المعارك اللي اخدتها دي، وبتطلب منها انها تعالجها واللي بتبدا تعالجها فعلا، وبتقول لها طب وعليكي بيه من كل ده ما
هترجعي تاني للمنظمه معانا، والشيلد عندهم اجهزه متطوره هيساعدوكي وكمان هيحموكي وهيستخدموا قوتك بشكل كويس. بس بترفض وبتقول لها لا انا هكمل لوحدي. وبتقول لها بعد كده في حد بيسرب البيانات دي من المنظمه عندكم، وبتوريها ورقه فيها قائمه باسماء الناس الخارقين، نفس القائمه اللي كولسن لقاها من شويه مع زعيم العصابه. وبتقول لها انا عايزه منك مساعده، انا عايز ادخل منظمه شيلد واوصل للاجهزه الكمبيوتر الرئيسي، وساعتها هعرف مين اللي اخترق البيانات. ورغم ان الموضوع خطير وهتبقى متحمله المسؤوليه بتوافق عشان هم اصحاب برضه، فبتشكرها ديزي على المساعده دي. اما كولسن فبنشوفه بعد كده رايح للسجن وبيزور خال جوني اللي هو مورا، لانه كان شغال في المعمل زمان اللي هو كان فيه الاشباح دول، وبيقول له قول لي اي معلومات عشان نمنع الكوارث اللي بتحصل دي. وبيقول له الحادثه اللي حصلت زمان وانت بسببها اتسجنت، اصحابك اللي ماتوا فيها وانت فاكرهم ماتوا صحيوا من تاني بس على شكل اشباح. بس مورا بيقول له انه مش عايز اي حاجه منه، ومش عايز كمان يخرج من هنا، ومش عايز يفتكر اللي فات، وبيسيبه وبيدخل الزنزانه بتاعته. فبيمشي بعد كده كولسن من قلب المكان وبيقابل المساعد بتاعه بره، وبيقول له انه رفض يتكلم. وفي نفس الوقت ده بقى بنشوف جوني واللي جه عشان يزور خاله، واول ما الواد ده بيشوفه بيعرفه وبيقول له ده جوست رايدر اللي بيتحول لنار. فبيركبوا العربيه وبيبداوا يطاردوه، والواد بيفضل يجري من المكان وهم عمالين يجروا وراه وعايزين يمسكوه باي طريقه. بس في حاجه غريبه بتحصل كده اثناء المطارده دي، عربيه جوني بتخبط في حاجز كده مش متشاف اصلا، والعربيه بتقف وهو بيفقد الوعي. وكولسن اللي عمل كل ده لانه كلم فريقه وعندهم تقنيه كده بيقدروا يوقفوا بقى الطريق، وبيدخل وبياخده وبيمشي فورا من قلب المكان. اما ديزي بقى وصاحبتها فبيوصلوا بعد كده قدام المنظمه بالظبط، وبتديها ديزي كده فلاشه وبتقول لها انها تحطها في الكمبيوتر الرئيسي، ومن خلالها هتخترق النظام وتعرف مين اللي بيسرب البيانات. فبتنزل البنت دي وبتديها لواحده كده من المنظمه بتكون شغاله تحتها، وبتقول لها تحطها في الكمبيوتر. تعالوا بقى نروح لألدن، واللي بيروح للعالم ده وبيقول له انه اضطر يستخدم البطاريه بتاع الروبوت عشان ينقذ حياه مين. وفي واحده من المنظمه كانت واقفه وشايفه كل ده واكيد هيعرفوا سرهم. اما ديزي بقى والبنت اللي معاها فبيفضلوا قاعدين كده لحد ما البنت الثانيه تحط الفلاشه في الكمبيوتر، وفعلا بتحطه وبيقدروا انهم يخترقوا السيستم. اثناء ما هي بتدور بتلاقي ملف الواحد كده اسمه جيمس، بيكونوا العصابه دول او الحراس مهتمين بيه جدا وعايزينه باي طريقه، فبتقرر انها تروح عشان تحذره. فبتقول لها العميله دي انها تساعدها ومش هتسيبها. اما جوني بقى فبنشوف كولسن حبسه كده في اوضه بتمنع قوته انها تشتغل ومش هيعرف يخرج منها، وبيعرفوا انهم مش هيأذوه ولا حاجه، هم بس عايزين يتعاونوا معاه لانهم عارفين انه بيخلص على المجرمين واللي بيعملوا حاجات غلط، وانهم مع بعض هيبقوا فريق جامد وهيستفيدوا منه. فبيوافق عشان يتحرر، وبيقول له بعد كده انا عارف ان خالك كان شغال في المعمل بتاع الطاقه زمان، وانا رحت له حاولت اتكلم معاه واطلع باي معلومه بس ما عرفتش، وعايزك تروح وتحاول تطلع منه باي معلومه. فبيوافق عشان يخرج من المكان ده. اما ديزي بقى والعامله الثانيه فبيروحوا لجيمس، واللي بيكون دلوقتي ما بيستخدمش قوته وعايش حياه هاديه جدا وشبه معزول كمان عن الناس، وبيقول لهم انه مش عايز يرجع المنظمه تاني وانهم يمشوا. فبيقول له احنا جايين نحذرك لان في عصابه عايزينك باي طريقه وحياتك في خطر. فبيقول لهم ماشي بس في شغل كده هخلصه وشويه حاجات هخلصها، وبيدلهم على مكان كده هيقابلهم فيه بالليل. اما جوني بقى فبنشوفه رايح السجن وبيزور خاله، وبيوروا له صوره العلماء اللي كانوا شغالين معاه في المعمل، وبيطلب منه بقى يحكي له كل حاجه عن الحريق اللي حصل زمان. فبيقول له ان في واحد اسمه جو ومراته اسمها لوسي دول السبب في كل اللي حصل، وانا ساعتها فضلت اضربه لحد ما اتصاب ودخل في غيبوبه، وبسبب ده انا دخلت السجن. وبيقول له ان جو ده هو ومراته قدروا يوصلوا لماده معينه كده، الماده ده خطيره جدا بيقدروا يصنعوا منها اي حاجه من العدم، وعملوا منها جهاز الطاقه، وبيكون قصده على كتاب الدارك هولد. وبيقول له التجارب بتاعتهم فشلت وما اكتملتش، وبسبب ده حصل انفجار. فبيقول له رئيس المنظمه انه يساله لوسي ناوي على ايه. فبيقول له انها اكيد بتدور على الكتاب اللي هم بيقدروا يصنعوا منه حاجات وفي تعاويذ وحاجات غريبه. تعالوا بقى ننتقل لجو واللي بيكون لسه في الغيبوبه بقاله سنين، وفي اللحظه دي بتدخل عليه مراته لوسي واللي متحوله لشبح، والبت اول ما بتلمسه بيفوق فورا من الغيبوبه. اما جوني بقى فبيمشي من السجن وبيركب بعد كده الطياره، وبيلاقي كولسون والمساعد بتاعه كده بيجهزوا بالاسلحه بتاعتهم لانهم رايحين مهمه دلوقتي، ويحاولوا بقى يلاقوا الكتاب قبل ما لوسي توصل له. وبيقول له جوني انه محتاج مساعدته وانه عايزه ينضم ليهم. تعالوا بقى نرجع لجيمس من تاني واللي خلص كل اللي وراه وراح يقابل ديزي والعميله. بس في اللحظه دي بيهجموا عليهم مجموعه كبيره من عصابه الحراس وبيحاصروهم، وبيكونوا وصلوا لجيمس اصلا قبل البنت واقنعوه انه ينضم ليهم، وبكده عمل لهم فخ. وبيحاولوا بقى انهم يخلصوا عليهم، بس ديزي بتطلع طاقه كبيره منها بتطيرهم كلهم بعيد، وبتاخد صاحبتها وبتحاول انها تخلع من المكان، بس بيهجم عليهم عدد اكبر واكبر من الحراس. فبيفضلوا يدوروا لحد ما بيلاقوا مكان كده وبيستخبوا فيه. وفي اللحظه دي جيمس بيستخدم قوته وبيطلع منه طاقه كده بتفجر المكان، وبيقدر انه يوصل لهم وكان خلاص هيخلص عليهم، بس بيوصل جوني وبيمنعه، والبنتين بيخلعوا من المكان فورا. وبيحاول يتقاتل بعد كده مع جيمس، وجيمس لما بيضربه بالنار بتاعته او الطاقه دي بيلاحظ ان جوني ما بيتاثرش خالص، وبينصدم جدا من حجم الطاقه دي. اما ديزي والعميله فبيقابلوا بعد كده كولسون والمساعد بتاعه، وبيكون وصل لهم نفس البيانات اللي وصلت لديزي، عشان كده هم جم هنا لجيمس. اما جيمس وجوني بقى فبيكون جوني متمكن منه بالنار بتاعته، وجيمس مش قادر عليه خالص لدرجه انه بيدمر الحيطه وبيطيره بعيد، وبيوقعه في مكان كده بيكون مليان العاب ناريه. واول ما كولسون بيشوف الجو ده بيقول لرجالته يخلعوا فورا، وبيجروا فورا من قلب المكان، والمكان كله حرفيا بينفجر. وبيخرج بعد كده جوني من قلب النار وهو ماسك جيمس كده وربطه وصاحبه وراه
زي المعزه وما بيكونش حصل له اي حاجه لانه مصنوع اصلا من نار. وبما انه شغال معاهم دلوقتي لاول مره في حياته بيسيب حد خارج عن القانون او حد بيأذي الناس عايش وبيسلمه لهم. وبياخدهم بعد كده كولسون وبيرجعوا للطياره بتاعتهم وبيطلبوا من ديزي انها تشتغل معاهم لانها ساعات بتبوظ لهم شغلهم وكمان هيستفيدوا منها. وبيقول لها على فكره رئيس منظمه شيلد امرني ان اقبض عليكي بس انا مش هعمل كده، انا عايزك تتعاوني معايا. وبيوريها بعد كده صوره كتاب الدارك هولد وبيقول لها ان الكتاب ده خطير جدا ومليان تعاويذ سحريه. الكتاب ده كنا فاكرينه اسطوره بس هو حقيقيه ولازم نلاقيه قبل العصابه او لوسي. وبيعرفوا ان جوز لوسي فاق النهارده من السجن ولازم يروحوا يستجوبوه. وبيروح بعد كده لمي واللي بقت كويسه وبيقول لها انها تنضم ليهم واللي بتوافق. وبيكونوا بيتعاملوا مع البنت الروبوت دي على اساس انها حقيقيه وكده ومحدش يعرف حقيقتها غير العميله دي. وبيعرفها العالم ده انها ما تعرفش اي حد لانه ساعد العالم ده انه يصنعها. تعالوا بقى نرجع للماضي كام سنه ورا وبنشوف لوسي وجو واللي كانوا وصلوا المكان كده كانوا بيدوروا فيه على كتاب الدارك هولد. وبعد تدوير كتير قدروا انهم يلاقوه فعلا وبيفتحوه بس الغريبه انه بيكون فاضي ما فيهوش اي حاجه. لكن اول ما بيلمسوه بتبدا الكتابه تظهر والغريبه انها بتظهر بلغه كل واحد وبيقراوه بعد كده. والكتاب بيقرا افكارهم وبيعرف انهم عايزين يصنعوا آلة كده فبيظهر لهم ازاي يصنعوها وبينبهروا جدا بالكلام ده. وفي الوقت الحاضر بقى بنشوف كولسون وماك واللي رايحين لجو المستشفى عشان يستجوبوه بس بيكون شايفهم على هيئه اشباح لان لوسي استخدمت قوتها عليه. وكولسون بيفهم ده وعارف انها جت قبلهم والواد بيبدا يتشنج كده فبيسالوا عن مكان الكتاب قبل ما يموت فبيقول له دفنته في اخر مكان لقيناه فيه. وفجاه بيطلع منه حاجات غريبه كده والشخص ده بيموت. اما لوسي بقى فبنشوفها وصلت لمكان الكتاب وبتاخده وبتفتح الكتاب بس بتلاقيه فاضي وده لانها دلوقتي شبح وجسمها مش جسم مادي فبالتالي مفيش اي كتابه بتظهر لها البشري بس او اي حد عنده جسم حقيقي يقدر يشوف اللي في الكتاب. اما كولسون بقى فبياخد فريقه وبيروحوا بعد كده الطياره وبيقرروا انهم يروحوا لمورو وعم جوني في السجن عشان هو الوحيد اللي هيعرف دلوقتي لوسي بتفكر فيه وكان عارف اهدافها من زمان. فبيروحوا لمدير السجن عشان ينقلوه بس فجاه الشخص ده بيتحول وبيبدا يهجم عليهم وده لان لوسي وصلت له قبلهم وسيطرت عليه. وبيكون شايفهم شبح وبيفضل يضرب عليهم نار ولما الرصاص بيخلص بتطلع ميو وبتدوله ضربه وبتفقده الوعي وبيحاولوا يخرجوا من المكان بس الحراس كلهم لوسي سيطرت عليهم. فبيكلموا بعد كده ماك وبيعرفوه اللي حصل وانهم لازم يروحوا للسجن حالا وينقذوهم. وبيقول ماك للفريق ان جزء هيروح لمورو ويحرره وجوني بيقرر يروح معاهم عشان ينقذ خاله. فبيقول له بس بشرط تحاول تسيطر على الجوست رايدر اللي جواك لانه كل اللي في السجن مجرمين وخارجين عن القانون وانت ممكن تخلص عليهم في ثانيه. وبيبداوا يجهزوا نفسهم بعد كده وبيمشوا فورا من قلب المكان وقبل ما يمشوا بيدوهم العالم ده مصل يقدر يعالج اي حد من السحر بتاع لوسي. اما الفريق بتاعنا فبيجهزوا بعد كده نفسهم وبيوصلوا للسجن وبيتفرعوا وبيروحوا عشان ينفذوا المهمه بتاعتهم. واثناء ما جوني ماشي بيشوف واحد من العصابه كده كان السبب في ان اخوه يتشال وكان هيتحول بس ماك بيجوا بيهديه وبيدخلوا بعد كده جوه. وباقي الفريق بيبداوا يدوا المصل للحراس واحد ورا التاني ويشوفوهم لحد ما بيوصلوا لكولسون ومي وبيحرروهم. بس اثناء ما هم ماشيين بيشوفوا قدامهم لوسي واللي بتبتسم لهم كده وبتفتح الابواب لكل المساجين وبتختفي والمساجين بيحاولوا انهم يخلعوا من المكان. اما جوني بقى واللي معاه فبيفضلوا ماشيين عشان يوصلوا لخاله فبيجي واحد من الاشباح وبيحاول يقتلهم بس جوني بيستخدم قوته وبيضربه بسلسله مولعه كده وبيحرقه وواحد تاني بيعدي من بين ماك وبيصيبه بس جوني برضه بيمسكه وبيخلص عليه وبيحقن ماك نفسه قبل ما يتحول. وبيكمل جوني بعد كده لحد ما بيوصل للزنزانه بتاع خاله وبيوصل له قبل لوسي وبيعرفه انه في خطر ولازم يهربوا من هنا حالا. اما كولسون وباقي الفريق بيكونوا لسه بيتقاتلوا مع المساجين دول لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم. وبيحاول الفريق بقى يخرج من السجن بس السجن بيكون حصل فيه فوضى وجونو بيقول لخاله انه يخلع من المكان وهو يبقى يحصله وبيقرر يرجع بقى للشخص اللي كان السبب في اصابه اخوه عشان ينتقم منه وبيروح له فعلا. بس الشخص ده بيقول له انه كان في السجن اصلا ساعه الحادثه دي وبيقول له ان ده ما حصلش بشكل طبيعي لان في حد اجر العصابه دي عشان يخلصوا عليك انت واخوك. وجوني بقى بيتملكوا الغضب وجوست رايدر اللي جواه بيبدا يخلص وبيخلص عليه فورا وبيولع في الزنزانه وبيخرج وهو متحول بشكله الكامل وبيكون مرعب لدرجه ان المساجين بيدخلوا الزنزانه بتاعتهم وبيقفلوا على نفسهم بنفسهم. اما باقي الفريق فبيكونوا واقفين بره ومش عارفين هو مورو راح فين وبيفتكروا مع جوني بس جوني بيخرج لوحده. وبنعرف اصلا ان لما جوني سابه لوسي قدرت توصل له وسيطرت عليه واخدته في العربيه بتاعتها وخلعت وهو ما بيفهمش هي خطفته ليه هي مش كانت عايزه تخلص عليه. اما لوسي بقى فبتكون اخدت مورو وراحت كده لمكان معين وبتوري له بقى كتاب الدارك هولد وبتعرفه انها دلوقتي بالشكل ده مش عارفه اصلا تقراه وانه يقراه هو. وفعلا بيفتح الكتاب وبيبدا بقى الكلام يظهر له. اما بقى جه في رئيس منظمه شيلد فبنشوفه بعد كده واللي بيقابل واحده مسؤوله في البلد واللي بتوري له الفيديو بتاع السجن جوست رايدر وهو ظاهر فيه والفوضى اللي حصلت وبتقول له الحاجات دي لو انتشرت على السوشيال ميديا او قنوات الاخبار انت هتتفضح والمنظمه بتاعتك هيرجع مش معترف بها رسميا من تاني. فبيفهم منها كده انها عايزه منه حاجه. تعالوا نرجع بالزمن بقى ورا كام سنه اثناء ما مورو كان شغال لسه في المعمل مع
مع لوسي وجوزها، وفجأة دخل عليهم كده ولقاهم انجزوا الآلة بسرعة. فبيستغرب جدا لانهم بقالهم سنين بيعملوا في الآلة دي، وازاي من يوم وليلة كده خلصوها. فبيعرفوه انهم بس لقوا حاجة كده ساعدتهم انهم يبنوا الآلة بسرعة، وبيبداوا يشغلوا بعد كده الآلة دي. وبيفتح بعد كده جو الآلة دي وبيلاقي جواها مادة كده غريبة، كربون او مادة معينة، وبيكون باين على جو انه كان عايز فعلا يساعد الناس بالآلة دي، مش عكس ما كنا فاهمين انه كان عايز يدمر البشرية بقى والجو العيان ده. بس برضه مورو ما بيكونش فاهم برضه هم صنعوا ازاي الآلة دي بسرعة. لكن لوسي بتقع بلسانها وبتقول له على كتاب الدارك هولد. فبيعرف جو مورو انه ما يتكلمش مع حد في الموضوع ده، وان الكتاب ده ملكهم ومش هيسمح لحد ياخده منه. اما في الوقت الحاضر بقى فبيروح من ومعاها شويه كده من العمال للمكان المعمل اللي فيه لوسي خطفت فيه مورو. بس اول ما بيوصلوا هناك ما بيلاقوش حد في المكان، وبتكون سابت المكان وخلعت اصلا. فبيفهم كولسون بعد كده انها نقلت كل المواد اللي كانت هنا واخدت مورو لمكان تاني عشان تكمل الابحاث بتاعتها، واننا لازم نلاقيها باي طريقه قبل ما تحصل كارثه او تعيد تشغيل الجهاز ده من تاني. وطبعا مش هيسمحوا انه ده يحصل. وفي نفس الوقت ده ديزي بقى بتروح بعد كده لاخو جوني، بما ان جوني بقاله فتره يعني مختفي ومش عارف عنه حاجه وكده، وجاي عشان توديه للمنظمه. اما في منظمه شيلد بقى فبنشوف رئيس المنظمه واللي بيتكلم مع العميله جيما، وبيطلب منها مهمه معينه كده بس ما تعرفش اي حد بالمهمه دي. اما ديزي فبتاخد بعد كده اخو جينو وبتوديه بعد كده لمقر شيلد. والواد اول ما بيشوف اخوه شغال مع منظمه شيلد بيفرح جدا، لانه كان شاكك ان اخوه بيشتغل مع عصابات او الجو ده، بس اخوه طلع بيشتغل مع منظمه دوليه وبيحمي الناس. بس برضه لحد دلوقتي ما بيرضاش يقول له عن قوته الخارقه وان هو جوست رايدر يعني، عشان دايما عايز يخليه في الامان بعيد عن اي خطر مهما كان. اما لوسي بقى فبتكون اخدت مورو والطاقه اللي سرقوها من المعمل التاني وراحوا معمل تاني غيره، وفي مقر شيلد ما يعرفوش عنه اي حاجه. وبتقرر بقى انها تعيد صناعه المشروع بتاعها من تاني عشان تحقق حلمها هي وجوزها، وعشان كمان ترجع جسمها ويبقى مادي بدل ما هي شبح كده. اما جيف فبنشوفه واخد رجالته كده ورايحين للطياره اللي فيها كولسون، وبيكون جاي هنا عشان يقبض على جوني وديزي بما انهم يعني متصدرين المشهد وظهروا في الكاميرات وكده، وهيقدموا يعني للمسؤوله ككبش فدا. بس كولسون طبعا بيرفض وبيطلع جدع وبيرضاش يتخلى عنهم، وبيقولوا انهم ما قبضوش عليهم وما يعرفوش عنهم اي حاجه، وان كل اللي موجودين هنا هم عملاء شيلد وبس. بس بيقول له الجنود بتوعه انهم يدوروا في كل مكان ويفتشوا ويجيبوهم باي طريقه، وبيدخلوا فعلا وبيعملوا كده. وماك لما بيعرف الوضع ده بياخدهم لغرفه سريه كده وبيخبيهم فيها. واخو جوني بيستغرب جدا هم مش شغالين مع المنظمه دلوقتي، ازاي المنظمه نفسها عايزه تقبض عليهم. فبيقرر جوني بقى ان كفايه كده ويقول له على الحقيقه، وبيبدا يحكي له بقى زمان في الماضي لما كان واخد عربيه خاله مورو وكان بيسابق بقى في سباقات، وساعتها جاله اخوه وكان مبسوط جدا باللي هو بيعمله وركب معاه وانطلقوا بقى في طريقهم. بس اثناء ما هم ماشيين في عربيه بتوقفهم واللي بينزل منها عصابه وكانوا عايزين يخلصوا عليهم باي طريقه، وبيفضلوا يضربوا عليهم نار وبيحاولوا يجروا من المكان عشان ينقذ حياه اخوه، والعصابه دي بتفضل وراهم برضه ويضربوا عليهم نار لحد ما بيتصابوا والعربيه بتتقلب بهم في الطريق. وده الحادثه اللي حصل فيها شلل لاخو جوني. بس الغريب ان جوني في الحادثه دي كان مات اصلا، لكن ظهر له شخص كده من العدم وراح وخرج اخوه من العربيه، وراح ساعتها لجوني، وجوني بدا يتحرك وفاق، وبيعرفوا ان الشخص ده كان عامل اتفاق مع الشيطان مقابل ان يبيع له روحه مقابل قوه خارقه يعني. والشخص ده عامل معايا اتفاق، اداني القوه الخارقه دي مقابل ان ابيع له روحي ويرجع بني ادم طبيعي من تاني، وانا ساعتها اخدت اللعنه او القوه دي منه، ومن ساعتها بقى اتحولت لجوست رايدر وبقيت شبح. اما رجاله شيلد فبيفضلوا يدوروا عليهم في كل مكان في السفينه، وبيكون اصلا رئيسهم عارف كل مكان في السفينه حتى الغرفه السريه، وبيضغط على الزرار ده وبتطلع الغرفه وكان هيقبض عليهم خلاص. بس في اللحظه دي بيجي العالم ده واللي بيوقفهم وبيقول لهم ان قدر يحدد مكان المعمل اللي فيه لوسا اخيرا. وجوني اول ما بيسمع الكلام ده بيكون عايز يمشي فورا من المكان عشان ينقذ خاله قبل ما يموت، بس رئيس المنظمه عايز يقبض عليه لانه عايز يحوله للمحاكمه. وجوني بقى بيجيب اخره من كل ده وبيتعصب على الاخر وبيفضل بقى يضرب في الباب عشان يفتحه، بس جيب بيقول له ان مستحيل الباب ده يتكسر، ده متامن باغلى المواد في العالم واقوى الخارقين ما عرفوش يعملوا فيه حاجه. بس جوني بيتعصب وجوست رايدر بيتمكن منه وبيكون اقوى من اي قوه شافها في حياته، بيدمر الباب وبيخرج بقى بشكله الكامل، وبيفضلوا يضربوا عليه نار كتير بس ما بيتاثرش. فبيروح جيف وبيحاول يتقاتل معاه بما انه عنده قوه خارقه، بس جوست رايدر بيكون اقوى واسرع منه بمراحل وبيفضل يطحن فيه على الاخر، وكان خلاص هيخلص عليه. لكن في اللحظه دي اخوه بينادى عليه وبيهديه وبيقول له ما يعملوش حاجه، واللي بيبدا يسمع كلامه فعلا وبيهدى وبيرجع لشكله البشري. اما كولسون بقى فبيقعد مع جيب بعد كده وبيفضل يفهمه بالراحه، لان جوني هو الوحيد اللي بيعرف يتعامل مع الاشباح، احنا محتاجينه لاننا مش هنقدر نوقفهم. وكمان بيعرفوا انه ما بيقتلش حد بريء، ده بيقتل المجرمين بس او الخارجين عن القانون، فهو يعني مش خطر علينا ولازم يبقى معانا في المهمه دي. وبعد كلام كتير بيقدر يقنعه فعلا وبيوافق يسيبه وما بيقبضش عليه.
اما لوسي ومورو بقى فبنشوفهم بعد كده واللي بينتهوا خلاص من الاجهزه بتاعتهم والسلاح اللي بيصنعوه ده، ولوسي بتفضل تقول له انه طماع وان هو كان السبب في الحادثه اللي حصلت زمان. وشكل كده مورو ضحك على جوني وما قالوش الحقيقه كامله. وبنرجع بقى ورا للماضي كام سنه اثناء ما كانوا شغالين على الجهاز، ومورو كان عمال يراقب اللي بيحصل ده وبيشوف جوني وهو بيستخدم الكتاب بتاع الدارك هولد، وكان عنده فضول اكتر يعرف عن الكتاب ده وبيستخدموه ازاي. بس في اللحظه دي جو اتعصب عليه وقال له انه ما يقراش من الكتاب ده مهما حصل، فسابه وبعد ودخل جوه وفضل يتكلم بقى مع لوسي وبيقول لها انه جوزك بيتصرف بشكل غريب وبقى شكله عدواني وما عادش زي الاول. فبتقول له الكتاب ظهر لنا حاجات جديده، بدل ما كنا بنصنع الجهاز اللي بيصنع لنا الماده من العدم جالنا معلومات تانية هتخلينا نصنع جهاز اللي بيدخل فيه بيمتلك قوه خارقه، وساعتها احنا اللي هنشكل الماده من العدم. اما في الوقت الحاضر بقى فبنشوف منظمه شيلد بيوصلوا للمعمل ومعاهم جوني اللي موجود فيه مورو ولوسي، وبيفضلوا يتسللوا كده كلهم جوه. بس في اللحظه دي بتصل لهم بعد كده لوسي، فبيعرفهم جوني انهم يدخلوا يدوروا على خاله وهو هيتكلم معاها، واللي بتقول له انا عارفه عنك كل حاجه، وبتحكي له ان زمان الحريق اللي حصل في المعمل ده السبب فيه ما كانش احنا، كان خالك اصلا، وان في يوم دخلت المعمل لقيته خلص على كل العلماء اللي هناك وكان عايز ياخد الكتاب باي طريقه وحاولت امنعه بس قفل عليا الزنزانه، وهو ساعتها اللي شغل الآلة عليا وحولني لشبح اللي انت شايفه دلوقتي، وانا مش الشريره في قصه احدهم وانا مش هسمح لحد يوقفني. وبتحاول تمشي بس بيمسكها جوني وهو بيحرقها عشان ما تشغلش الآلة. اما باقي الفريق فبيدخلوا بعد كده جوه المعمل وبيشوفوا قدامهم كتاب الدارك هولد وبيشوفوا الآلة واللي خلاص جاهزه على التشغيل. فبيقول كولسون للعميله دي انها تاخد الكتاب وتخلع بيه فورا من المكان وتروح منظمه شيلد وتخفيه. اما ماك والعالم ده بيفضلوا يدوروا بعد كده على مصدر الطاقه عشان يوقفوا الجهاز ده انه يشتغل، لان لو اشتغل حرفيا كارثه عالميه هتحصل. وكولسون بيشوف بعد كده مورو واللي بنشوفه داخل جوه الآلة وبيقفل على نفسه وبيبدا بقى يشغل الآلة من جوه وبيجربها على نفسه، وفعلا الموضوع بينجح معاه. ولما بيطلع بره بيلاقي ايده بتقدر تصنع الماده من العدم فعلا، وبيحاول انه يخلع من المكان فورا وبيستخدم بقى قوته اللي اكتسبها دي وبيتحكم في الناس دول وبيخلص عليهم في ثواني. فبيجوا بقى الفريق وبيفضلوا يجروا وراه عشان يحاولوا يمنعوه باي طريقه انه يهرب، بس ما بيلاقوش حاجه غير الجنود ميتين، والمكان كمان اللي هو خرج منه اصلا سده بماده كده معينه خرجها من جسمه برضه وخلع فورا من المكان. فبيرجعوا بقى الفريق لمقر شيلد من تاني وبيشوفوا كاميرات المراقبه عشان يشوفوا ايه اللي حصل بالظبط. والغريب انهم بيشوفوا ان اول ما الآلة اشتغلت فينس وجينا وكولسون اختفوا خالص من المكان، فبيفتكروا انهم ماتوا. بس واحده منهم بتقول لهم لا، ما يمكن يتحولوا لاشباح زي لوسي والباقيين. فبيقرر بقى رئيس المنظمه انه يرجع العميله جيما من تاني من المهمه السريه عشان هيحتاجها في اللي بيحصل ده وتعرف هم راحوا فين بالظبط بما انها ذكيه، واللي بتكون دلوقتي هي ومجموعه من العلماء اللي معاها في مكان ولابسين اقنعه كده، وبيكون قدامهم شخص الشبه اللي متحجر وهم بيحاولوا يفوقوه. وبيقول لها العالم ده الشخص ده لما يخرج من الحجر ده هيبقى عنده قوه رهيبه وكل اللي عليهم انهم يستنوا. اما في الطياره بقى بتاع شيلد فبنشوف العميله مين مع ماك واللي بيتكلموا مع بعض، وبتقول له مش يمكن فعلا الكتاب ده يكون هو الحل واننا نستخدمه عشان نمنع الكوارث اللي بتحصل في العالم. فبيقول لها لا، الكتاب ده خطر ولازم نحذر في التعامل معاه، وان كولسون امر ان مفيش اي حد يفتح الكتاب ده مهما كان الوضع حتى لو العالم كله هينتهي. فبيدخل عليهم بعد كده رئيسهم، بس مين بتخبي الكتاب منه فورا وما بتخلوش يشوفه لان كولسون ما كانش واثق فيه. وماك بيقول لجيف احنا عايزين نوصل لرئيس عصابه الحراس ونطلب منه مساعده لانه كان مسجون مع مورو في السجن، بس بيرفض وبيقول له لا، احنا اصلا كنا بنطاردهم زمان، دلوقتي هنروح ونطلب منهم المساعده؟ ده مرفوض نهائي، ومهمتك دلوقتي انك تدور على مورو وترجعه ونفهم قوته الاول عشان نعرف نتعامل ازاي. بس بيتضايق ماك جدا وبيقرر لاول مره في حياته انه ما يطيعش الاوامر، وبياخد بقى الموتوسيكل بتاعه وبيطير فورا من المكان، وبيقرر انه ينفذ اللي في دماغه ويروح يدور على العصابه دول عشان يساعدوه. تعالوا بقى نرجع ورا بالزمن قبل كام ساعه التجربه اللي حصلت، وبنشوف كولسون والعميل ده في المعمل. بس الغريبه ان ماك والفريق بيدخلوا جوه بس هم ما بيكونوش شايفينهم ولا سامعينهم اصلا، فبيستغربوا جدا وقالوا ان اكيد اللي حصل ده بسبب الاشعاع اثر علينا. حتى جوني كمان وهو خارج بيشوف بعد كده خاله وبيحاول انه يلمسه بس بيعدي من جواه اكنه شبح ومحدش شايفه خالص، وبيحاول انه يوقفه قبل ما يموت الجنود دول بس بيخلص عليهم وما بيعرفش يتدخل. وجاله ساعتها كولسون وفينس العالم وقالوا له اللي حصل لهم هم كمان وما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل ده. فرجعوا بقى للطياره من تاني وشاف الفريق بتاعهم وعرفوا ساعتها انهم دخلوا دلوقتي عالم موازي شبه العالم الحقيقي، يقدروا يشوفوا كل اللي جواه بس ما يعرفوش يتدخلوا في اللي هيحصل. وسمعوا الرئيس وهو بيقول انه هيرجع العميله جيما من تاني، وساعتها كولسون راح وراه عشان يسمعه، وسمعوا وهو بيكلم المسؤوله بتاع الدوله اللي كان قاعد معاها قبل كده، والمهمه اللي بعت جيما ليها كانت تبع المسؤوله دي، وقال لها انه محتاج جيما فورا وانها لازم ترجع المقر في اسرع وقت، وبيتاكد شكوك كولسون. وفي اللحظه دي جوني بيبدا يحصل له حاجه غريبه كده وبيبدا يتوجع، فبيجي اصحابه وبيسالوه عن اللي بيحصل له، فبيقول لهم انه حس ان الكائن اللي جواه اللي هو الجوست رايدر عايز يخرج منه، وفعلا بالله الكائن ده خرج ودخل جوه ماك، وبيرجع بعد كده جوني لطبيعته من تاني. وعشان كده ماك لاول مره بنشوفه بيعصى امره وخرج يدور على العصابه بتاع الحراس عشان يعمل اللي في دماغه، ودي غريزه جوست رايدر اللي جواه. فبيخرج بعد كده جوني من المكان وبيشوف ديزي وهي راكبه العربيه وبتجري ورا ماك، فبيركب معاها وهي طبعا ما بتكونش شايفاه. اما رئيس المنظمه فبيكلم بعد كده العالم
هولدن لان المسؤوله رفعت ترجع جيما وهو استعان بيه يعني عشان يساعدهم في اللي هيحصل. وبيدخل هولدن بقى وبيبص على كتاب الدارك هولد وبتعرفه مين ان لوسي وجوزها جو استخدموا الكتاب ده ومن خلاله قدروا يصنعوا الجهاز اللي انت شايفه، واحنا اكيد لو فتحنا الكتاب ده ممكن نفهم ايه اللي بيحصل او الاله دي ممكن نوقفها ازاي عشان نمنع الكوارث اللي بتحصل دي. واول ما بيفتح الكتاب ده بيتخض جدا لانه ظهر له كميه معلومات كتيره العقل البشري مش هيستوعبها، وبيقول لها الكتاب ده خطر جدا ولازم تقفلوه ومحدش يفتحه خالص، ولو تعرفوا تخفوه اعملوا كده. بس البنت بترفض وبتقول له مفيش حل تاني، احنا اصحابنا في خطر والعالم كله على البحاج، لازم نستخدم الكتاب ده ونوقف الكارثه دي. فبيقول لها المعلومات اللي بتظهر لاي شخص في الكتاب دي كبيره جدا ومش اي عقل بشري هيقدر يستحملها وممكن تاثر عليه. فبتقول له ايضا انا اللي هستخدم الكتاب ده وهساعدكم. فبتستغرب ميه جدا وبتقول لها انت مش خايفه على نفسك ولا ايه، وما تعرفش ان هي اصلا روبوت مش بشريه. وفي اللحظه دي بيعترف لها انها روبوت ومش بشريه وهو اللي صنعها واخفاها عن المنظمه، فبتوافق ان هي اللي تتصرف عشان كده لو حصل لها اي حاجه هي روبوت وممكن يصلحها من جديد، انما لو بشري وحصل له حاجه مش هيعرفوا يظبطوه من تاني. فبياخد الكتاب بعد كده وبيوديه لايدا عشان تقراه. اما كولسون والعالم ده بقى فبيكونوا واقفين كده وشايفين كل اللي بيحصل، فبيبصوا للكتاب بس ما بيشوفوش اي كتاب عليه خالص لانهم اشباح. اما ايضا فبتفتح الكتاب وبتفضل تقرا كل اللي فيه، ولغه الكتاب بتظهر لها على شكل لغتها اللي هي الارقام بما انها روبوت، والبت بتفضل تقرا كميه معلومات بطريقه رهيبه. اما العميله جيما بقى فبنشوفها بعد كده في المهمه بتاعتها واللي بتقدر تشيل حاجات من على الشخص ده وبيبدا يفوق، بس هوب فجاه كده في حد بيجي من وراها وبيخطفها وبيخرجها من المكان فورا. اما ايضا بقى الروبوت فبتقدر من خلال المعلومات اللي عرفتها من كتاب الدارك هولد انها تصنع آلة كده شكلها بيكون متطور جدا، وبتصنع كمان قفازات وبتلبسها وبتبدا تنفذ الآلة دي. والعالم وكولسون بيكونوا مصدومين جدا من كتر المعلومات اللي بيقدمها الكتاب ده. بس الغريبه ان في العالم الحقيقه اصلا مي وهولدن بيكونوا شايفين ان الروبوت عماله تحرك ايديها في الهواء بس لحد ما بتنتهي اخيرا من صنع البوابه اللي هتخرجهم، وبيحاولوا انهم يسحبوهم بس المهمه بتكون صعبه جدا، لكن في النهايه بيقدروا انهم يعدوهم من البوابه وبيرجعوا للعالم الحقيقي. اما ماك بقى فبنشوفه بعد كده وصل لمكان العصابه بتاع الحراس وبيدخل بقى العصابه دول وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني وما بيتاثرش بالنار بتاعهم وبيخلص عليهم كلهم لحد ما بيمسك اخر واحد منهم وبيساله عن مكان خال جوني. وديزي بتدخل المكان بعد كده بتلاقيه خلص على كل اللي موجودين، وجوني بيروح يتكلم مع الكائن اللي جواه ده اللي هو الجوست رايدر وبيقول له في بينا اتفاق وان انتقامي لسه ما نفذتوش، فبيقول له الاتفاق انتهى. فبتيجي بعد كده ديزي من وراه بتتكلم معاه بس بيتحول لجوست رايدر عشان يخلص عليها، فبيقف جوني قدامه وبيقول له لا في اتفاق جديد انا هسمح لك تفضل جوايا للابد، لان الاتفاق القديم كان انه يخلص مهمته وانتقامه بس والكائن يختفي وبكده الكائن هيفضل موجود للابد. واللي بيوافق وبيدخل جوه جوني من تاني وجوني بيختفي من المكان وبيرجع لهيئته كشبح. اما البنت دي فبترجع بعد كده المقر من تاني وبتشوف كولسون والعالم ده واللي بيكونوا رجعوا وبتعرفهم ان جوني دلوقتي مش عارفين عنه اي حاجه خالص وانهم عرفوا كمان من العصابه دي المكان اللي فيه مورا، فبيقرر بقى انه يجمع رجالته عشان يروحوا يجيبوه ويخلصوا عليه. اما جوني بقى فبنشوفه بعد كده والجوست رايدر اللي جواه دله على البوابه واللي بيروح وبيخرج منها العالم الحقيقي ورجع دلوقتي زي الاول من تاني. ومورو بقى فبنشوفه بعد كده واللي اتعاون مع شويه عصابه من الحراس، فبيجي واحد منهم وبيقول له ان منظمه شيلد والعالم كله بيدوروا عليهم وانهم خايفين جدا، ودورو بيتعصب من ده جدا وبيخلص على الشخص ده خالص وبيعرف الباقي انهم يعطلوا اي حد يجي باي طريقه لحد ما ينتهي من اللي هو بدأه، وبيبدا يصنع بقى آلة غريبه جدا ومش عارفين لسه ايه الآلة دي. تعالوا بقى نرجع لمقر شيلد من تاني وبنشوف بعد كده كولسون وميو اللي بيروحوا للرئيس بتاع المنظمه وبيقولوا له انهم عرفوا مكان مورو ولازم يروحوا عشان يقبضوا عليه، وبيعرفوه كمان على الروبوت واللي ساعدتهم انهم يرجعوهم للعالم بتاعهم، فبيوافق على المهمه دي بس بيعرفهم ان ديزي وجوني ما يظهروش في الصوره لانهم دلوقتي مطلوبين للعداله. فبيوافق كولسون وبيخرج بعد كده من المكان وبيروحوا الفريق بتاعه وبيبداوا يحطوا خطه بقى وهينفذوا ده ازاي. وبنشوف بعد كده العميله جيما واللي رجعت من المقر من تاني وبتكون مع العالم فيدز وبيفضلوا بقى واقفين في الكاميرات ويراقبوا الوضع عشان يوجهوا الفريق في المهمه بتاعتهم لانهم يعتبروا من اذكى الناس هنا. وبتروح بعد كده إيلينا وديزي وجوني وبيمشوا في قلب الشارع كده لحد ما بيدخلوا لفتحه الباب وبتقول لهم إيلينا انها هتدخل تستكشف المكان، والبت بتجري بسرعه رهيبه جدا وبيطلع ان المكان اصلا كان فخ اي حد بيدخله المكان بيولع، وعشان عندها سرعه خارقه بتقدر تخلع من المكان كله قبل ما تتاذي ومحدش فيهم بيحصل له اي حاجه، وده بيعصب جوني جدا وبيدخل بقى جوه النار بما انه جوست رايدر ومش هيتاثر عشان يوقف خاله. وبسبب الحريق اللي حصل ده الفريق ما بيكونوش شايفين اي حاجه في الكاميرات، بس جوني بيمسح الكاميرات وبيدخل جوه كده وبيقابل العصابه وبيفضل يخلص على كل اللي يلاقيه واحد ورا التاني ومحدش بيقدر عليه خالص، وبيفضل يتسلل في المكان كده بهدوء لحد ما بيشوف الآلة اللي صنعها خاله، فبيقول له فيدز ان
الآلة دي عبارة عن مكعب طاقة بس أقوى من اللي فات بمراحل. فبيدخل جوه كده وبيقف قدام المكعب، وفي اللحظة دي بيظهر خاله من وراه وبيقول له إن اللي بيعمله ده خطر وإنه ما يتدخلش في أي حاجة من الحاجات دي، مفيش حاجة منها تخصه، ويرجع البيت ويعتني بأخوه بس جوني بيتعصب جدا وبيتحول بعد كده، لكن خاله بيستخدم قوته الجديدة وبيبدأ يثبته في مكانه ويدخل جواه مادة، والجهاز اللي وراه بيأثر عليه وبيقلل قوته، وجوست رايدر مش عارف يتحرك. وكولسون بيكون شايف كل الكلام ده، وبيقولوا له العلماء ان الجهاز ده لو انفجر هيفتح بعد تاني وهيدمر العالم بتاعنا حرفيا. وجونو كل ما بيحاول يتحكم في جوست رايدر ما بيعرفش، وخاله بيدخل جواه مواد كتير وبيثبته وبيمشي فورا من المكان عشان يكمل خططه. اما كولسون بقى فبيضم البنت الروبوت دي للفريق معاهم، بس ما بيكونش واثق في رئيس المنظمه، وبيقول له انا سمعتك لما كنت في العالم الموازي وانك متعاون مع ايلين المسؤوله في الدوله، وانك سلمتها جيما عشان تنفذ لها مهمه معينه. فبيقول له انا عملت كده بسببكم، وبتدخل ديزا عليهم وبيقول له بسبب لانها معاها فيديوهات لديزا وجوني في السجن، انا عملت اتفاق معاها عشان احميهم واحمي المنظمه، لان الحكومه لو ده حصل هتفككها، وان البشر اللي كنا بنحرره ده خارق، وده بيكون اخو ايلين اصلا اللي هي المسؤوله دي، وانا كنت اعمل لها خدمه قصاد خدمه، سر قصاد سر، ولان معروف عنها انها ما بتحبش البشر الخارقين هيبقى في ايدي سر اساومها بيه لو حاولت تاذينا، وبكده هنعمل اللي احنا عايزينه. ولما بيعرف كولسن الحقيقه بيعتذر له وبيوافق بعد كده انهم يتعاونوا مع بعض، وبيبداوا يحطوا خطه بقى، وبيدخل كولسن بعد كده لمورو عشان يتكلم معاه، فبيستغرب جدا وبيقول له انت رجعت العالم ده ازاي؟ فبيقول له سيبك من ده دلوقتي. وفي الدور اللي تحت بقى بتكون ديزي وباقي الفريق عمالين يخلصوا على كل العصابه اللي موجودين هناك وبينهوا عليهم كلهم، وبيكون معاهم كمان الروبوت ايضا، واللي بتكون صنعت من كتابه دارك هولد جهاز صغير كده هيحطوه تحت الجهاز الكبير عشان يسحبه ويوديه لبعد تاني احسن ما ينفجر في كوكب الارض ويدمر الواقع. وبيبدا كولسون بقى يقول لمورو هو انت فاكر ان انت بتصنع الماده من العدم بجد؟ لا، انت والاجهزه دي متوصلين بعالم موازي تاني، انت بتستمد منه الماده دي، ولو الماده دي قلت من العالم ده بشكل كبير هيقرب من عالمنا ويدمره. بس بيقول له انت بتقول اي كلام، انت عايز تعمل كده عشان تقبض عليا وخلاص، وانكم غيرانين وعايزين تاخدوا قوتي. اما ايضا فبنشوفها بتصنع البوابه لسه، والمكعب اللي صنعه مورو بنشوفه بيدمر العالم التاني فعلا بتاع الماده، والعالم بتاعنا بيبدا يتاثر وبيحصل فيه زلازل. وفي اللحظه دي ديزي بتستخدم بقى قوتها الحقيقيه وبتقدر انها تسيطر على الزلازل دي، وبرغم كل اللي بيحصل ده مورو بيفضل مصمم برضه على رايه، فبيتعصب كولسون جدا وبيقول للفريق انهم ينجزوا المهمه دي باسرع وقت، وبيفضل يشجع في جون وباقي الفريق وبيقول له لازم تخرج من الجهاز ده، فبيتكلم مع الجوست رايدر اللي جواه عشان اتفاقهم يكمل. اما باقي الفريق فبيهجم عليهم عصابه اكتر، بس مين بتفضل تضرب فيهم واحد ورا التاني، ولينا بتجري بسرعه رهيبه جدا وبتخلص عليهم كلهم في ثواني، وبتجري وبتضرب مورو وبتنويه في قلب المكعب مع جوني، والروبوت بتقدر انها تفتح البوابه، وديزي بتكون لسه بتحاول تسيطر على الزلازل عشان ما تدمرش الواقع، وكولسون بيرمي سلسله لجوني وبيحاول يشده قبل ما الجهاز ينتقل للعالم التاني، بس مورو بيفوق، فبيسيب جوني بعد كده السلسله وبيتحول لجوست رايدر، وبيمسك مورو بقى عشان يثبته جوه الجهاز وينتقل للعالم التاني ويحمي العالم منه، وبيقرر يضحي بحياته. وفعلا البوابه اللي فتحتها الروبوت بيقع فيها المكعب وبينتقل للعالم التاني، والبوابه بتتقفل وبيختفوا من عالم البشر خالص، وبكده بيكونوا قدروا انهم ينقذوا العالم من الدمار اللي كان هيحصل. اما الفريق بتاعنا بقى لما بيخرج من المكان بيلاقوا قدامهم مجموعه كبيره من الصحفيين، وبنشوف جيف واللي بيشكر ديزي انها ساعدتهم في انقاذ العالم، وبيحسن صورتها قدام الناس لان الناس كانوا شايفين انها مجرمه وكده، وبيرجعوا بعد كده مقر شيلد من تاني، وبالليل بيتجمعوا كل الفريق وهم مبسوطين جدا بالانجاز اللي حصل ده. ودي كانت نهايه حكايتنا، اشوفكم الفيديو الجاي.